تمام يا ريس. ايه يا ايمن، فتشت اوضه الواد اللي اسمه زكي شبانه؟ حته حته. ولقيته اللي بندور عليه؟ لا يا ريس. اطلع بيه. ايه ده ايه ده؟ انت هتجمع لي يسار؟ هعمل متحف لغياراته الداخليه بقى ولا ايه؟ خلصني، هات الاهم اللي بندور عليه. نص المسرحيه الجديد، وقعت يا زكي. ما شاء الله ما شاء الله، كمان كاتب لي ملخص للمسرحيه. مش الواد ده تافه، انما ممكن يطيرك من الفرقه، بس ولا يهمك، انا مأمن لك الفرقه كويس. دخلوه. خش. اهلا اهلا يا زكي. اولا انا بحتج وبعترض على الاسلوب ده. مبدع زي يتعامل المعامله دي؟ انا يلزقوا بقي بالغرق ويكمموني بكالزباله. كالزباله؟ ايه يا ايمن؟ الامكانيات الامنيه ضعيفه يا فندم. هي بس مش اكياس بلاستيك، البلاستيك بيعمل التهاب لبشرة زكي. تؤمر سعادتك. مش عندكم صفايح زباله؟ ايوه. خلاص يا زكي وعد. انا ما اقبلش. لا اهدى اهدى امال يا زكي، دي القعده هتطول، المهم ما تزهقش مننا. هو في ايه؟ احنا فتشنا اوضتك بعد اذنك يا زكي، ولقينا نص المسرحيه ده بخط ايدك. ايوه دي مسرحيتي الجديده اللي حضرتك كلفتني اكتبها. يعني معترف؟ هي جريمه يا ريس. خلي بالك يا زكي، كل كلمه بتقولها قدامنا احنا بنسجلها عشان ما ترجعش تعيط تاني. انا ليا الفخر ان اخر اعمالي حطيت فيها خلاصه ابداعي. اسم المسرحيه ضحايا الدكتاتور. يا حقير. انا ايمن؟ لا يا ريس هو. ايوه بس ده اسم مؤقت، في اسم تاني، نهايه ديكتاتور. يا حقير. جراك ايه يا ايمن؟ يا ريس هو. طيب وضح عشان كل واحد على دماغه واضحه بيحس بيها، مش في ودني يعني. يا زكي، تقصد مين بالدكتاتور يا زكي؟ انا ما اقصدش حد. ما تكذبش. انا ما بكذبش. وانا ما بصدق. ممكن حضرتك تفك ايدي؟ ايه ده انتوا مكتفينه؟ عايزين حقوق الانسان تشتغل لنا ولا ايه؟ فكوه. انت كاتب في مقدمه المسرحيه اقدم واقعنا المرير، تقصد ايه بالكلام ده؟ خلي بالك، كل كلمه بتقولها قدامي هتخلصك من مشاكل كتير معايا يا حقير. انا يا ريس. انتوا الاثنين. انا ما اقصدش حد معين، انا سيبها لانطباع المشاهد. وانطباعك انت يا زكي، تفتكر ضحايا الدكتاتور ينطبق على مين في الفرقه هنا؟ يوه الضحايا في الفرقه هنا كتير. يا حقير. بص هو هناك. وقعت بلسانك يا زكي، ما دام الضحايا في الفرقه هنا يبقى اللي قاهرهم دكتاتور من الفرقه هنا. لا مش شرط. ما تستهبلش، انت تقصدني انا بالدكتاتور. وايه اللي حسسك بكده بس يا ريس؟ حسسني؟ ليه هو في هنا دكتاتور غيري هلا؟ معاش ولا كان. تعالى انطق. مين اللي مسلطك؟ محدش مسلطني. مين اللي بيساعدك؟ ناس من هنا ولا من بره؟ تقصد دول اجنبيه؟ لا والله ابدا. انت بالكتير تسافر العياط يا هلا. دول اجنبيه؟ انا بتكلم عن الفرق التانيه. الفرق التانيه اللي عايزه تشمت فيها وتدني. حضرتك ما تكبرش المساله دي، مجرد مسرحيه. دي مش مسرحيه يا زاك، مشيها اوبريت. هزر. دي منشورات لحساب ناس تانية. قول لي اسمائهم، اكتب لي اسمائهم، اكتب لي اسمائهم، اكتب اسمائهم، اكتب اسمائهم، اكتب اسمائهم، اكتب اسمائهم، اكتب. جايز يقول لك اكتب اسمائهم. جايز يقول لك حدائق، بس الاكيد كل يوم العذاب ده. بس الاكيد ان انا مش واحد منهم والله، ولا ليا دعوه بيهم والله. كل كلمه في المسرحيه دي بتحرض الناس اللي حواليك ضدي. دي مش افكارك، انت اتفه بكتير من انك تكتب الكلام ده. مين اللي كتب الكلام ده معاك؟ اللي كتب الكلام ده معايا؟ انت ليه مستدفهني؟ ليه مستكتر عليا اني ممكن اكتب الكلام ده لوحدي؟ وقعت يا هبل. ايمن لمعه. قول لي يا زكوة. نعم. ما تفتكرش ذكرياتك ايام الحضانة؟ حضانه؟
الكي جي 1. الكي جي 1؟ لا مش فاكر. انا هفكرك. مدوه على رجليك. ايه ده؟ ايه ده ليه؟ ليه حرام عليكم؟ بس بالراحه، ساعدهم، ده عملهم يا زكي، ساعدهم يا ابني. حرام عليكم. بس يا ولد، لا حرام، رجلي لا حرام. ربنا يخليك يا ريس. حرام، ريحتها معفنه. انت يا زكي، انت يا بابا، ها مين اللي وراك يا زكي؟ اللي عبطني. مين اللي معاك يا زكي؟ اللي معايا ربنا معايا على الظالم والمفتري. تقصد مين بالظالم والمفتري؟ تقصدني انا؟ تقصد مين بالدكتاتور يا زكي؟ تقصد مين؟ هنا في ايه؟ خرب بيته معمل طرشي، يخرب بيته. اضرب على ما اجيلك. انت يا زكي. ده انا لسه ما وصلتش لرجليه. انت متكمم بفانيلته. الحمد لله انك ما جبتليش نص التحتاني. انت اضرب. عايز اسمع يا ايمن، عايز اسمع قوي. سيبهولي بقى. افرز بقى يا زكي. تقصد مين بقى بالفراشه اللي انا حابسها في علبه ازاز يا زكي؟ انا مش عارف انا بكتب ايه. انت اللي قلت لي اكتب عن الواقع اللي انت عايشه. تقوم تتنمرض على اسيادك يا زكي؟ اول ما تعض الايد اللي اتمدت لك يا زكي. حرمت. رواياتي مش هتبقى فيها ريحه الواقع ولا ريحه رجليك يا معفن. ما بتستحماش بالليل ليه؟ ما بتنهاش في ميه وخل ليه؟ ارحمني. ليه؟ وانا بعذبك يا زكي؟ انا بعذبك؟ ارحمني. ارحمنا انت من ريحه العفن اللي في رجليك. سيبوه. قوم، سيبوه، قوم، مشي رجليك، مشي رجليك بسرعه قبل ما تورم، قبل ما تفقفق، مشي رجليك. تعالى هلا، تعالى، سايب لي تشيرنوبل مركز الاشعاع. اجري، هوبا 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 عشان ما تفقفقش. هوبا 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 هوبا. ها، هتكتب تاني يا زكي؟ ولا حقك. لا بالعكس، انا عايزك تكتب. اولا هتغير اسم المسرحيه عشان يخليها اسم يليق بالواقع، هتسميها الطيب والذئاب. ماشي. وطبعا انا مين؟ الطيب، الامير، الحنين، واللي حواليا ولاد كلب ما يستاهلوش. ايه ده؟ مالك يا زكي؟ جنن زكي، جنن يا ستي. قلبي فرجني على مشهد كاتبه جديد، وقلبي يقلد البطل يا اختي وهو ماشي على البلاج يقول الرمله سخنه، الرمله سخنه، الرمله سخنه، الرمله سخنه، وقلب القميص عمله مايو. مش كده يا زكي؟ زكي؟ زكي ايه بقى؟ هو في اذكى منك؟ حصل. الرمله سخنه، الرمله سخنه، الرمله سخنه. بس المسرحية ما فيهاش بطل بيمشي على رملة سخنة. لا لا لا، دي مسرحية تانية، مسرحية تانية، مسرحية المضرب والذباب. مضرب والذباب؟ هندخل الجمهور يتفرج علينا واحنا بنصطاد دبان يا ولا؟ انت مش قايل لي ان اسمها الطيب والذئاب؟ امال مسرحية ضحايا الدكتاتور اللي انت مطلع فيها مخرج بس والناس بس مطلع مخرج يحكي. بس منك لله. اكتب يا زكي، ما تخافش يا زكي، اسخن يا زكي، الرمز مش باين يا زكي، وزكي الحمار يكتب. منك لله. الرملة سخنة، الرملة سخنة. هو صحيح زكي رجليه وجعاه؟ بتساوي 4 ساعات على البلاج، الرملة سخنة، الرملة سخنة. بس زكي ده ابننا، لازم نعالجه. ايمن ارجوك، صحيح هو بيكتب بايديه ما تهمناش رجليه، بس برضه رجليه تهمنا. طشت جيب ازازتين ميه معدنيه كامله النقاء، ها، وزود عليهم جردلين ميه نار. لا انا مش هقدر اسكت. المسرح ده بتاعي والاستاذ زودها قوي. الفرقه هتضيع والسبب واحد بيتحكم فينا كلنا. قصدك واحدة دخلت قلبت كيان الفرقة. من فضلك الزامي حدودك.
انا واحده زيكم في نفس الموقف اللي انتوا فيه، بس على الاقل انا حره. الدور والباقي عليكم انتوا كدابين ومنافقين وقابلين وضع مفروض عليكم. امال عايزانا نعمل ايه؟ اسكت انت يا راضي، ده انت راضي على طول، واللي زيك مشترك في جريمه اكبر، جريمه الخضوع والسلبيه، وده اللي بيفسد الاستاذ. انتوا فسدتوه ضدكم وصنعتوا منه ديكتاتور. وانا اللي دقت عذابه، بس انا مش هسكت. بس يا بتاع الرمله سخنه، الرمله سخنه. طب كويس، يعني نعمل ايه؟ نقف قصاده؟ تواجهوه، تخلوه يصدق انكم احرار، وزي ما هو قال انكم تؤمنوا ان جواكم حر، محدش يقول له حاضر. مره في حياتكم قولوا لا، انا متاكده انه ممكن يتراجع. انا راح البس لبس المشهد. مفيش حل قدامنا غير اننا نخلص منه. ايه؟ لا، ده انتوا وصلتوا للجنان الازلي. كمل يا نبيل، نخلص منه ازاي؟ هو دلوقتي هيعمل لنا بروفة المبارزه. فهمتك، انا بتاع دراما. احنا نتلم عليه كلنا، وبدل ما نبقى فريقين بيبارزوا بعض نبقى كلنا فريق واحد بيبارزوا. ايه ده؟ عايزين تخرشموا الاستاذ؟ دي تبقى جريمه وخيانه. مش جريمه ولا خيانه، حد فينا قال يعني غصب عنه هيدب السيف في قلبه فنخلص منه. برافو يا نبيل، برافو. وساعتها هيبقى قتل خطأ اثناء التمثيل، يعني مفيش مسؤوليه علينا. سر على بركه الله واقتله يا نبيل. نعم، هو انا اللي هقتله لوحدي؟ لازم كل واحد فيكم يشترك بضربه من سيف. بس انتوا هتعملوا جمعيه؟ انا شامم ريح الدم. تقتلوا الاستاذ؟ ايه هتحن؟ مش هو السبب في رميتك دي وقتل ابداعك؟ انت جيت من الواحات بمخلة عشان تغني، خلاك لبيس. ايوه، بس ما توصلش للقتل والموت. طب ولو مات مين هيبقى مكانه؟ مين هيشغل فرقه ويخلينا اغني؟ انا ما عنديش مانع، انا مستعد ادير الفرقه وهخليك تغني. ده لا يمكن. تقتلوا الاستاذ احل محله. يا اخوانا احنا مش هنتخانق مين اللي هيجي بعده ولا مين اللي هيكون مكانه. هو ده اللي خلانا نصبر على الظلم السنين دي كلها. صح، ومهمتنا دلوقتي نخلص منه الاول. البروفا هتبدا، اجهزوا. المسألة هتبدأ في الأول طبيعية، وبإشارة مني هتتحركوا كلكم لمحاصرته. خلوا بالكم، الاستاذ مبارز مش سهل، ده هو اللي علمنا. ما دي هتبقى غلطة عمره، مش هو اللي علمنا يشرب بقى. بقول لكم ايه، انا هقف بعيد اراقب عشان يطمن له ويفهم ان انا معاه، ولو انتم فشلتم في قتله انا بقى اللي هلبه. ساعدكم، جاي مستعدين لقتله؟ مستعدين. جاهزين؟ جاهزين لقتلك. ستاند باي. انقل. ايه؟ ايه ده؟ اوعى حد يقتلك يا استاذ. ايه اللي بتعملوه ده؟ الله اكبر اللي نجاك يا استاذ. هجوم. هعيد المشهد ده من الاول، هعيده تاني. مش حلو. قلت لكم 100 مره ما تتكوموش عند ستاره.
المفروض نبيل بس اللي واقف عشان تقع عليه. داخلين الفرسان الثلاثه، مع المشهد اللي قبل دخولي وحش جدا، مشهد التآمر عليا وحش. قلت لكم عايز يفكرنا مشهد التآمر في يوليوس قيصر، مع ان وانا ببارزكم مش حاسس ان كل واحد فيكم مستفز كفايه عشان يقتلني. طب ممكن نعيد المشهد وكل واحد يركز بقى علشان نخلص؟ لا، انا افضل اكمل المشهد ده بكره. يلا غيروا هدومكم، روحوا وسيبوا لي المسرح عشان اظبط اضاءه. يلا فضي المسرح. شوي. ايوه يا ريس. ما شفتش كريمه؟ لا يا ريس ما شفتهاش. محمد ما شفتش كريمه؟ لا يا استاذ ما شفتهاش. اجهز يا ابراهيم، هنظبط اضاءه. هطفي من عندي. خاينة. ما تغلطش، انت خنتيني. ده لو كنت بحبك. انت بتحبيني كنت. وهتفضلي تحبيني. انا مش هسمح لرغبتك المجنونة في السيطرة ان هي تدمر حياتي. انا دلوقتي بحب واحد تاني. مين هو؟ الجبان اللي هرب عشان ما يواجهنيش؟ لازم اعرفه. مين هو؟ دي حاجة تخصني ومش من حقك تعرفها. هعرفه وهتسيبيه. انا مش هسمح تعيش الانسان تاني غيري. ايه هتقتلني؟ ها اقتلني. اتمنى انك ما توصلنيش للتصرف ده. انا بحذرك. انا محدش يحذرني. اعقلي، لسه في فرصة. ضاعت كل الفرص، ضيعتها بايديك. ننقذ حبنا. خليه يغرق. حبنا انتهى. طيب نبدأ من جديد. انت بتخدع نفسك. أرجوكي هتوسل إليكي. ما بقتش بحبك. هتدفعي الثمن. انا على استعداد. الثمن هيكون غالي جدا. حريتي قبل اي حاجه تانية.
من أنت؟ أنا سكاميلو، مصارع الثيران. وما الذي أتى بك إلى هنا؟ أبحث عن فتاة هي روحي، هي نسمة الصيف التي عبرت فأنعشت حياتي. هل تحبها؟ سحرها لا يقاوم، إنها وهبتني قلبها. سمعت أنها تركت ذلك المسكين خوزيه بعد أن صار عبئا ثقيلا عليها. من الذي قال لك ذلك؟ كارمن هي التي قالت لي. يبقى أنت اللي كنت معها ورا الستارة يا جبان. ألا تخاف أن يقتلك ذلك المسكين هنا وأمام من تحب؟ من يحب مثلي لا يعرف الخوف. إذا فاعلم أنا ذلك الرجل المسكين، أنا خوزيه. سكاميلو احترس! أنا أنتظر هذه اللحظة. ما تمشيليش بصياعة يا بابا، ده هي جولة واحدة تيك تك سيفك وقع. تعمل لي فيها بتاع؟ تنصك ترتر يا بابا. طب ليه كده يا بابا ليه؟ اتفضل اتفضل ارتاح. والآن اقتلني. لن أقتلك. اطعن. شرفي أن أطعن ثورا في الحلبة لا إنسانا في حالة ضعف. اقتلني. سأتركك حتى يطعنك الحب بسكينه. أشرف لي أن أقتل بالسيف على أن يقتلني سكين الغدر. كارمن، أتتبعينا؟ سأتبعه، لن يحبك. خينا، هقتلك. اقتلني حتى أموت شهيدة للحب. دعني أرحم. في لحظة ضعف منك أعطيتني حريتي فأحببتك، وفي لحظة قوة تريد أن تسلبها مني. لا، لن أساوم على قلبي، فالحب لا يقبل المساومة. الحب حرية، عناق بين حريتين حيث تشتعل الحياة وتتوهج. دعني أرحل عن عالمكم هذا، عالم الرجال السخيف، حيث لا يرون في امرأة جميلة غير موضوع للقنص والاقتناء. سأترك ذلك كله خلفي بإرادتي، ولن أذرف عليه دمعة واحدة. دعني أنفجر في وجه هذا العالم حتى تتناثر أشلائي فوق تراب الأرض، فربما استقرت في زهرة نبات بري أو في حوصلة طائر مهاجر. حين يكون الزمان شحيحا إنه القلب، حين يكون الطموح فسيحا بأن يحتوي النهر والبحر، إنه الموت
اخترت حريتي اخترت حريتي اخترت حريتي. ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت قتلتها؟ قتلت كريمه؟ لا، انا قتلت كارمن. كارمن هي كريمة، الاتنين واحد. انا قتلتها لانها كان لازم تموت. الدكتاتور اللي زيك هو اللي لازم يموت. وانا مين عشان اموت؟ ده انا مفيش في ايدي كرباج ولا نبوت. ده انا دكتاتور صغير يا دوب لسه في حضانه، بتهجى اول حروفي في القهر والاهانه، ومن كتر خوفي من خوفي من الجبانه والكذب والخيانه قلت اعمل دكتاتور، ولو اني لسالي كتير عشان اكمل علام واخد في ايدي الشهاده، شهاده الدكتاتوراه، والعب لعب الحواه وافسد الحياه وادوس على الجباه واشعل الحرايق واظلم الخلايق واطيح في خلق الله. كارمن هي اللي حره وانا اللي دكتاتور، وانتوا عايشين كمالة ولا عايشين عوالة ولا كمال الطابور. كارمن رمز الحياة وانا اللي شرير وقاتل. الدنيا من البداية محترفة في صناعة الشخص الدكتاتور. من يوم بدء الخليقة مش قادرة تحمي حق ولا قادرة ترد ظلم ولا قادرة على الحقيقة ولا تمنع دكتاتور من كل صنف ولون من قهره للعباد. تعالوا نشوف ونقرا في كتاب الإنسانية أنواع ملهاش نهاية من الدكتاتورية. في دكتاتور سياسي ودكتاتور حماسي، في دكتاتور قراري ودكتاتور حواري، في دكتاتور فظيع ودكتاتور وضيع ودكتاتور رقيع، في دكتاتور ذكي ودكتاتور غبي ودكتاتور عبيط، في دكتاتور خويط ودكتاتور قليط، في دكتاتور مهزأ ودكتاتور ملزق، في دكتاتور شقي ودكتاتور عافي ودكتاتور عجوز، في دكتاتور شجاع ودكتاتور جبان، ودكتاتور زمان غير دكتاتور الزمان ده. الدكتاتور زمان كان زي جنكيز خان وهولاكو وريتشارد وموسوليني وهتلر. الدكتاتور محشش في وجدان التاريخ وفي قلب الإنسانية، وكل واحد فينا جواه دكتاتور. بصوا على اي حد وحقه هتلقوا موجود اهو تحت جلده بقايا الدكتاتور. انا عشقت كارمن. كارمن لحن الحياه والحريه الطليقه والاغنيه البريئه، بتهرب من سناني للناب الاولاني لمخالب ديناصور، سايبين الكون بحاله بظلمه وبظلامه وجايين على هنا وتقولوا دكتاتور وظلمت الانسانيه. وكارمن نبيله ضحيتي الجميله قتلها الدكتاتور. ايوه قتلتها، ايوه قتلت كارمن، وكريمه هي كارمن مفيش اي فرق. كارمن قالت لي لا، وكريمه كمان قالتها، وانا نويت ليلتها اقتل البنت دي قتل ملوش ديه، يعني اقتل الحريه. ايوه قتلتها. طب انتوا عملتوا ايه؟ ساكتين من بدري ليه؟ ما قلتوش لا ليه؟ عشان ما بتقولوش طلع لنا قراقوش ومليون عفركوش، ده غير اللي ما نعرفوش من كل شكل ولون. بالذمه انا ابقى مين؟ انا ابقى مين في وسط دول؟ ده انا دكتاتور لسه بليه عند معلم كبير بيأمرنا ننفذ وانتوا اهو ساكتين. ده انا بتلكك بيكم واتعكز عليكم وعشمان لسه فيكم ان انتوا تقولوا لا. نفسي اسمعكم مره تقولوا لا قويه للدكتاتور اياه الكبير. قولوا لا وانا معاكم. قولوا لا للامريكان وللصهاينه والعنف الاحتلال. قولوا لا. قولوا لا لكوبنهاجن وبلاش ذل وهوان. قولوا لا وبلاش نفاق. قولوا لا اللي حاصل في الخليج وفي العراق. قولوا لا للمذابح في جنوب لبنان. قولوا لا. وقفوا مع كل ساير في القدس والجولان. قطعوا في يوم البضايع والوجبات السريعه وافساد الطبيعه. اصرخ اصرخ باسم صوتك وانا هقول معاك. قول لا للحروب، قول لا للمجاعه، قول لا للتآمر، قول لا للخيانه، قول لا للخنوع، قول لا للخداع، قولوا لا للي باع ولسه هيبيع. قولوا لا والسلام.